طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. حاكم جنوب البحر الأحمر يناقش برامج التنمية مع سكان جنوب ووسط دنكاليا. شركة علا برعد للصناعة الزراعية تزود الأسواق بالحليب الآمن بأسعار معقولة. الإريتريون في إيطاليا وهولندا والسويد والولايات المتحدة ينظمون أنشطة دبلوماسية عامة. الاتحاد الأوروبي يجمد عمل بعثته لتدريب القوات العسكرية بمالي. بريطانيا تطرد الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس وموسكو تندد. بوتين يشيد بدور الاتحاد الاقتصادي الأوروسي في مواجهة العقوبات الغربية. أجرى حاكم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي مناقشات مع سكان مديرية جنوب ووسط دنكاليا حول برامج التنمية التي سيتم تنفيذها في العام 2024 وما بعده لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. خلال اجتماعاته في ضواحي فومبو ومامبرو وعدي في مديرية وسط دنكاليا وضاحية وادي في مديرية جنوب دنكاليا، شدد السفير محمد سعيد على ضرورة إنشاء منصة لتنفيذ البرامج المخططة ضمن الإطار الزمني المحدد وتحديد القصور التي كانت تواجه وتقديم آليات الحلول والأفكار البناءة. وقال أن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين حياتهم بعد يعد من أولويات البرامج، وذكر أنه ينبغي إلى اهتمام كبير في هذا الصدد لأنه لن يكون فعالا إذا لم يتمكن الناس من المشاركة جسديا وفكريا وماديا. وفي الختام أكد السفير محمد سعيد مانتاي أن إدارته ستقدم الدعم المادي اللازم لإنجاح برامج التنمية في كافة المجالات بشكل عام وبرامج الحفاظ على التربة والمياه بشكل خاص. وأوضح مدير مديرية جنوب دنكاليا برهان مزقبي والمدير التنفيذي لمديرية وسط دنكاليا آدم عبد الله خطط توسيع الخدمات الاجتماعية وخاصة إمدادات المياه فضلا عن خدمات التعليم والصحة. تقوم شركة الصناعات الزراعية التي تعمل تحت إشراف مؤسسة القلال والمواشي بمعالجة وتعبئة الحليب الذي تتلقاه من الماشية في الحليب إلى برعد وتوفير الحليب الآمن بأسعار معقولة للأسواق المحلية. وقال الرائد حق اسم اللس رئيس مشاريع تنمية المرتفعات الشمالية في المؤسسة لوكالة الأنباء الإريترية إيران أن منتجات الشركة تباع بسعر 15 نقفة للتر الواحد في أسواق إلى برعد وكرن وأسمرة. وقال السيد قايم سرقي رئيس قسم تصنيع الألبان في الشركة الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 50 عاما في مجال تصنيع الألبان أن الشركة تكتسب القدرة من حيث المعدات والمهنيين. وقال شاب كبرت بهتا خريج كلية حمل المال الزراعية الحاصل على شهادة في علوم الحيوان ومنتجات الألبان إن حليب حساس للغاية ويخضع لاختبارات جدية من قبل وبعد التصنيع. وقال أنه يتم تسويق المنتج بعد التأكد من جودته. وقال أنه تمكن من تطبيق وتطوير ما تعلمه في الكلية نظريا في الشركة وتعلم الكثير من زملائه الذين يتمتعون بخبرة سنوات عديدة، مضيفا أن مستقبل الشركة مشرق. أجرى الإريتريون الذين يعيشون في إيطاليا وهولندا والسويد والولايات المتحدة أنشطة دبلوماسية عامة بما في ذلك الندوات العامة والمؤتمرات والاحتفالات واسعة النطاق. ووفقا لمكتب الشؤون العامة والمجتمعية في إيطاليا عقدت ندوات عامة في 11 مدينة بما في ذلك أوبروسيا وبادوفيا وتورينو وبولونيا ونابولي وباري وكاتانيا وباليرمو في الفترة من 14 إلى 28 من إبريل بمشاركة أكثر من 2000 شخص. وقال السفير في ساهي بطرس خلال الندوات العامة أن شعب إريتريا تغلب على جميع التحديات والمؤامرات بوطنيته العالية والتزامه الذي لا يتزعزع ووعيه العالي وتنظيمه محكم، مشيرا إلى أن البلاد تسعى جاهدة لتنفيذ برامج التنمية الوطنية، مضيفا أنه ينبغي زيادة المشاركة الفاعلة للمواطنين. وفي الوقت نفسه عقد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البنلاكوس نغوسيكاس ندوات عامة في أمستردام وزولي في الفترة من 21 إلى 27 من إبريل.
وأوضح السفير ناغاسي خطط التنمية للعام 2024 وما بعده والسياسة الخارجية للحكومة الإريترية وأهمية التنظيم المحكم في الخطط الوطنية. وقدم رئيس الشؤون القنصلية سيد كبراب تولي ورئيس الشؤون العامة والمجتمعية إسحاق من ناسية شرحا عن الخدمات القنصلية وأنشطة الدبلوماسية العامة. بالإضافة إلى ذلك عقد الفرع السويد لاتحاد المرأة الوطني مؤتمره النصف السنوي عبر تقنية الفيديو يوم 27 من أبريل لمراجعة أنشطته ومناقشة الخطط المستقبلية. وقالت رئيسة الفرع سيدة سابة تخلي أن المرأة الإريترية كان لها دور هام ومساهمة كبيرة في كافة مراحل النضال الوطني والحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية. حضر المؤتمر رئيس الشؤون العامة والمجتمعية بالسفارة الإريترية لدى الدول الإسكندنافية، وبحث المشاركون المميزات وسبل تقويتها ومعالجة نقاط الضعف. وفي الولايات المتحدة احتفل المواطنين الذين يعيشون في كولومبوس وأوهايو وما حولها والقادمين من إنديانابوليس يوم 27 من أبريل تحت شعار فانقل لكافة المؤامرات والتحديات. وبهذه المناسبة ألقى مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في الولايات المتحدة السيد برهاني جبرهيوت ندوة حول فرص وتحديات المرحلة بحسب المصادر الواردة من مكان انعقاد المؤتمر. قال مساعد التمريض أبو بكر حامد أن غرف انتظار الحوامل التي تم بناؤها في مركز أسند الصحيف ومديرية أصمات يتم استخدامها بشكل متزايد، مما يخفف ذلك المشاكل الصحية التي كانت تواجه النساء الحوامل. وذكر أن الأمهات اللائي يعيشن في المناطق النائية كن يواجهن مشاكل أثناء الولادة، وأن غرف انتظار الحوامل التي تم بناؤها قبل 3 سنوات تقدم مساهمة إيجابية في التخفيف من هذه المشاكل. وأوضح أن المحاضرات المستمرة كان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى الوعي العام مع تزايد أعداد الأمهات اللائي يأتين عن الاطمئنان على حالتهن والولادة في المنشآت الصحية وخضوعهن للمتابعة الطبية. وأشار إلى زيادة الوعي بفوائد التطعيم، مضيفا أنه لا يوجد تطعيم لأي طفل أو امرأة حامل خارج إطار الوقت المحدد. وأضاف أنه سيتم تطعيم من لا يستطيع الحضور عبر حملة التطعيم، مشيدا بمشاركة المجتمع في إنجاح برامج الصحية بشكل عام والنظافة البيئية بشكل خاص. وقال أنه تم توزيع حوالي 9000 ناموسية على الأهالي في محاولة للحد من مرض الملاريا، وحث العائلات والمجتمع على استخدامها بشكل صحيح واتباع إرشادات المهنيين الطبيين. يقدم مركز أسند الصحي خدمات صحية للمرضى النزلاء ورعاية الحوامل والتطعيم وغيرها من الخدمات الصحية. قامت الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية في الأوسط في 9 من مايو بتخريج 22 عضوة تم تدريبهن على مهنة التجميل لمدة 2 شهر، وشمل تدريب علاجات للوجه والنظافة العامة للجسم وممارسة الرياضة واستخدام الكريمات وغيرها. وقال رئيس الفرع سيد ياسين أحمد أن التدريب يأتي ضمن جهود وزارة التعليم وشركاء العمل الآخرين لخلق بيئة للاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأطفال ذوي الإعاقة العقلية بشكل خاص. وحث رئيس قسم التنظيمي بالجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية في إريتريا سيد أبرهالي أبر الآباء والرعاة الذين لم يسجلوا بعد أطفالهم ذوي الإعاقة على المشاركة للاستفادة من الفوائد الجمة للجمعية. وقالت المصممة وخبيرة التجميل يورساليم زرايا التي قدمت التدريب مجانا أنها سعيدة بقضاء وقتها في مثل هذه القضية النبيلة، وحثت المواطنين الآخرين على اتخاذ مبادرات مماثلة. ووجه أولياء الأمور الذين حضروا التدريب مع أبنائهم الشكر للجمعية على تنظيم التدريب، ذاكرين الدور الكبير الذي ستلعبه مهاراتهم المكتسبة في سبل عيش أطفالهم، فضلا عن النظافة الجسدية والجمالية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. الأوروبي أنه قرر عدم تجديد تفويض بعثته لتدريب القوات العسكرية في مالي بالنظر إلى تطور الوضعين السياسي والأمني في البلد الإفريقي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أن الدول الأعضاء 27 قررتا بالاتفاق المتبادل عدم تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي إلى ما بعد 18 من مايو لعام 2024 مع مراعاة المراجعة الاستراتيجية والمشاورات مع السلطات المالية. وتألفت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي من نحو 700 جندي من قرابة 20 دولة أوروبية قبل تخفيض عدد البعثة بشكل كبير. وأشارت بروكسل إلى أن قنوات الحوار السياسي والتعاون الأمني والفني تظل مفتوحة. أعلنت بريطانيا عزمها طرد الملحق العسكري الروسي بسبب ما سمته الأنشطة الاستخبارية الخبيثة التي تمارسها موسكو. وجاء في بيان مشترك لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع البريطانية أن وزير الداخلية جيمس كيفرفيلي أعلن تنفيذ حزمة إجراءات لتقويض محاولات روسيا جمع المعلومات الاستخبارية والقضاء عليها. وأشار البيان إلى أن الحزمة تتضمن ترحيل الملحق العسكري الروسي وهو ضابط استخبارات عسكري غير معلن. في المقابل نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بإعلان لندن أنها ستطرد الملحق الدفاعي الروسي في المملكة المتحدة بتهمة التجسس، إضافة إلى خسارة العديد من الأملاك الروسية على الأراضي البريطانية صفتها الدبلوماسية. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاتحاد الاقتصادي الأوروسي الذي تقوده موسكو كأداة فاعلة ضد العقوبات الغربية. وقال بوتين في القمة السنوية للاتحاد الاقتصادي الأوروسي التي عقدت في موسكو: لقد أظهر الاتحاد الأوروسي فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة بما في ذلك تلك المتعلقة بسياسات العقوبات التي تفرضها بعض الدول وتفكيك العديد من دعائم التجارة الدولية. ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوروسي الذي تأسس قبل 10 سنوات أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وكازاخستان إلى جانب روسيا. هذا وأعلن الرئيس الروسي أن أكثر من 90% من المدفوعات في دول الاتحاد الاقتصادي الأوروسي تتم بالعملات الوطنية. كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 315 تريليون دولار. وذكر المعهد في تقريره أن الدين العالمي خلال الربع الأول للعام 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي. ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى فيه أسعار الفائدة على العملات الرئيسية بصدارة الدولار مرتفعة عند قمة 23 عاما وبنسبة 5.5%، في حين تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض. وحذر معهد التمويل الدولي من أن جهود خفض الديون في مرحلة ما بعد الوباء قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق في ظل عدد قياسي من الانتخابات التي ستجرى هذا العام. تذكير بالعناوين مرة أخرى. حاكم جنوب البحر الأحمر يناقش برامج التنمية مع سكان جنوب ووسط دنكاليا. شركة علا برعد للصناعات الزراعية تزود الأسواق بالحليب الآمن بأسعار معقولة. الإريتريون في إيطاليا وهولندا والسويد والولايات المتحدة ينظمون أنشطة دبلوماسية عامة. الاتحاد الأوروبي يجمد عمل بعثته لتدريب القوات العسكرية في مالي. بريطانيا تطرد الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس وموسكو ترد. بوتين يشيد بدور الاتحاد الاقتصادي الأوروسي في مواجهة العقوبات الغربية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.